السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية ما تنساوش تصلوا على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البنات، الوصفة اللي راح تديروا بها حالة في هذا رمضان راهي اليوم في الفيديو هذا. جبت لكم وصفة تاع بسبوسة، ما تفهموها إلا بسبوسة ولا قلب اللوز. تجي بزاف خفيفة وهشيشة محشية لداخل بالجوز. تبعوا معايا الوصفة وحلوا وذنكم مليح. بسم الله على بركة الله. نبداو كما كنت قلت لكم. المكون الاساسي لهذه الوصفة اللي هو كاس تاع جوز، نحطوه في كاش ريسيبيون عندكم ونزيدوا له ربع حبات تاع بيض بدرجة حرارة الغرفة. والكاس تاع الجوز هذا اللي كنت درته هو المميز وهو السر اللي راح يمدلكم بنة في هذه الوصفة، واللي راح تكون مميزة عن غير الوصفات من بنتها وسهولتها. نجيبو البرا ميكسور ونبداو نكسرو في هذاك الجوز ونخلطوه مع البيض. نزيدو لهم كاس الا ربع تاع سكر. كي تجانس الخليط نزيدو لهم نصف كوب تاع زيت. مع كاس الا ربع تاع حليب. نزيدو لهم كاس ونص تاع بسكويت جاف. استعملوا اي نوع عندكم، ومن الافضل انه يكون تاع كاكاو. زيدوا لهم ملعقة كبيرة تاع كاكاو بني مع خمارة ونص تاع الحلوى. وكاس الا ربع تاع فارينة. ونخلطو كلش مع بعضاه.
شوفوا البنات، هذه الوصفة ننصحكم بزاف تجربوها، بالاخص في رمضان، لانه بعد ما تجربوها راح توليو تاع الصح مدمنين عليها. مستحيل تفوت ليلة تاع رمضان بلا ما تديروها. من في عرضاتكم الرمضانية هذه باذن الله راح تحمر لكم وجوهكم، وغير في نص ساعة راح تحضروها. بعد ما يتشكل لكم خليط ماشي بزاف سائل وماشي في نفس الوقت صلب بزاف، يعني في النص، نجيبوا اي مول عندكم، الحبذا يكون انه مربع، ندهنوه بالزيت ونفرغوا هذاك الخليط. البنات اللي جديدة معايا في القناة نقول لها مرحبا بيك. هنا راح تلقاي معظم الوصفات اللي تحتاجيهم وتفرحي بيهم اولاد. ما تنسينيش باشتراك باش تنضمي العائلة تاعنا، وما تنسايش تفعلي الجرس الكل بالكل باش تلحقك اي وصفة جديدة نحطها وتكوني اول الحاضرين. ولك ديما معايا نقول لها ما تنسانيش بجام وكومنتار شباب باش نستمر في تنزيل هذا المحتوى المفيد باذن الله. ومباشرة تحطوها الفور على درجة حرارة 180 درجة، كي طيب تخرجوها. نروح للخطوة الثانية في هذا الفيديو، اللي هي نحضروا الشربات اللي راح نشربوا بها هذيك البسبوسة. نحتاجو كأس إلا أسبوع تاع سكر مع 2 كيسان تاع موم. نحطهم يغليو فوق النار، وبعد 10 دقائق نطفي عليهم. هنا هذيك البسبوسه بعد ما نكون خرجتها من الفور نديرلها ثقبات صغار باش تتشرب مليح، ونبدا نشرب فيها بهذيك الشربات على كامل الجهات. وكآخر خطوة تبداو تقطعوا فيهم كما حبيتوا، من الافضل يكونوا قطع متساوية. هنا درتهم 5 بالطول و4 في العرض، يعني بهذوك المكونات الاقتصادية برك خدمت تقريبا 20 حبة، تاكلي وتوكلي. مع الاخير من الفوق تزين يبقى اختياري كما ديما نقولكم. هنا انا زينتهم بحبة تاع جوز من الفوق، عطت منظر باهي. وبهذه الخطوات البسيطة برك نكونوا كملنا صناعة افضل تحلية تقدروا ديروها سهراتكم في رمضان. وهذه هي النتيجة مع الاخير، جات ما شاء الله كما راكم تشوفوا. كي راني ناكل فيها بالفرشيطة، مع نحط الفرشيطة كيفاه راهي تدخل كامل من كثرة ملي راهي خفيفة من الداخل، تشبه ما من البراونيز. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في الفيديو القادم مع وصفة جديدة بإذن الله.